السلام عليكم الاخوان، اجيو معايا تشوفوا النفاق ديال العرب وخصوصا المصريين اللي دخلوا المغاربه من قلبهم شجعوهم في التيران ديال اكادير ودوروا التيران جوج المرات. وكون السلطات ما يحبسوش الناس يدخلوا التيران بالمجان، كنا غنشوفوا عاوتاني المغاربه داخلين كيشجعوا مصر من قلبهم. اجيو تشوفوا معايا هذا كيفاش دس السم في العسل، وهذا ماشي غير واحد، راه كاينين محللين والناس في الاعلام كلهم هاجموا المغرب البارح وقالوا ان المغرب راه شاري الحكام وحق هذيك ضربة جزاء. اجوا تشوفوا معايا. بص معايا كده، ضربة جزاء للمنتخب التنزاني ما اتحسبتش خالص امام المنتخب المغربي. ربنا يعلم الواحد بيحب المنتخب المغربي قد ايه وبيشجعه كانه كيدس السم في العسل. شوف كيفاش يكوي ويبخ، كيف كنقولوا حنا بالعاميه ديالنا. بيشجع منتخب مصر. بس المشهد ده فيه حاجة غلط. ضربة الجزاء دي لو كانت اتحسبت كانت هتغير سير اللقاء بشكل كبير، لانه كان اخر ثواني في المباراة يتحسب فيها ضربة جزاء واضحة جدا. مش عارف ليه الحكم حتى الفار ما استدعوش، لو الحكم ما شافهاش مع انه شاف ان هو قريب من الكرة. وضربة الجزاء دي كانت مفروض تتحسب. الحاجة الوحيدة اللي ما تخليش الحكم يحسب البيلين دي، يعني هي فيها كل المقومات ان هي سمعوا واحد اللقطه غيقولها بحال زعما راه الحكم راه هازين عليه سلاح. تكون سمعوا. ضربة جزاء. الحاجة الوحيدة اللي تخليه ما يحسبهاش ان هو خايف من الجمهور اللي مش هيطلعه من الاستاد ابدا. احنا بنحب سمعتوا اش قال؟ خايف من الجمهور انه ما يطلعوش من السطاد، زعما ان الجمهور غيهبط ليه التيران وانه غيتعدى على الحكام. سمعتوا كيفاش شنو كيقول؟ وبالرغم من حنا ان شفنا جميع البطولات اللي تنظموا، شفنا الجمهور في العالم، راه كنقول تشامبيونز ليغ كنشوفوا الجمهور كيهبط للتيران، واحد على الاقل ولا جوج كيهبطوا للتيران. وحنا شفنا البطوله دابا في كاس افريقيا، شفنا التنظيم ما كاينش بحالو. وشفنا ماشي كنشكر حق حيتاش البلادي ولكن داك الشيء راه كنشوفوا فيه حتى شي واحد ما هبط للتيران. منتخب المغرب، وكان صعبان علينا اداء المنتخب المغربي في المباراة انه مش عارف يسجل من بدري، خصوصا انت بتلعب منتخب هو الى حد ما مش منتخب قوي بنفس قوة المنتخب المغربي، وعلى الاقل انت بتلعب على ارضك وسط جمهورك. لعيبة المغرب المفروض تكون بتركز اكتر من كده. ولكن انا محتاج حد يفهمني ويشرح لي ازاي الكرة دي ما اتحسبتش ضربة جزاء لو الحكم ما شافهاش فرضا، مع ان برضه بقول لك هو كان قريب من الكرة. الفار ازاي ما يستدعوش؟ الكرة فيها كل حاجة تقول ان هي بيلين، فيها دفع من الخلف. انا كمشجع مصري بعشق المغرب وبنتمي للمنتخب المغربي وبحب المنتخب المغربي. انا قلبي وقف في الكرة دي لاني متاكد مليون في الميه ان الحكم شوف بعد النفاق لابس توني ديال المغرب وشوف كيفاش كينافق باش تعرفوا انهم السيد باغي غير التفاعل، السيد باغي غير شوف النفاق كيفاش داير، لابس توني ديال المغرب عباد الله. ما تقولش لي حق ردوه بالحق، حيت ديك ضربه جزاء راه كاين حكم اللي غيعطيها، كاين الحكم اللي ما غاديش يعطيها، راه فيها وعليها باش نكونوا متفقين. ولكن انت باش تنافقنا وتلبس توني ديال المغرب وتبدا تنافق فينا في وجهنا صاحبي، ترى عرفتي واحد النفاق فيهم. يحسبها ضربة جزاء. هي واضحة جدا وضوح الشمس. فكده الموضوع في حاجة غلط. انا محتاج حد يكتب لي في الكومنتات حد يكتب لي في الكومنتات باش تعرفوا باغينا التفاعل صح. عرفتي هاد اللعيبه ديال انه يكتب لك في كومونت، حنا ما كنقولوش كتب. ويفهمني ازاي الكورة دي ما اتحسبتش ضربة جزاء. اكتبوا لي بسرعة، ويمكن لو حد عنده وجهة نظر يكتب لي ويفهمني بعد اذنكم عشان انا عايز افهم. بص شفتوا النفاق؟ شفتوا هذه رساله للمداليل اللي داخلين كيشجعوا ليا مصر من قلبهم. شجع منتخب ديالك، حتى واحد ما يبغي لك الخير، اقسم بالله الا كاملين منافقين وما كاينش اللي يبغي لك الخير. باش نكونوا فاهمين، راه انفوت بان فيك الضربه ما يزقلوكش.